السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم إلى هذا اللقاء. اضطراب جوي نشيط الفعالية ضمن تيارات غربية جنوبية غربية رطبة على الجنوب الغربي وكذلك الصحراء الوسطى إلى غاية شمال الصحراء، أين مصالح الأرصاد الجوية أصدرت نشرية خاصة عن تساقط زخات مطرية رعدية مرفوقة بحبات من البرد بكميات تتراوح ما بين 30 إلى غاية 50 ملم على كل من ولاية بني عباس، ولاية تندوف، ولاية بشار، شمال ولاية برج باجي مختار، حتى على شمال ولاية أدرار. إذا أمطار جد معتبرة إن شاء الله ستتهاطل طيلة نهار اليوم. تنبيه سالم مفعول إلى غاية أمسية اليوم على الأقل. أين ننتظر كذلك أمطار حتى خلال يوم الغد ستتهاطل على كل هذه المناطق. حتى على الواجهة الشمالية فمصالح الأرصاد الجوية ترتقب سحب ركامية أين تزداد كثافة خلال الأمسية، خاصة على المناطق الوسطى الشرقية والشرقية، أين ننتظر أمطار بحول الله على شكل زخات رعدية بحول الله مرفوقة بهبوب رياح قوية تقريبا على طول الشريط الساحلي، بإمكان الرياح أن تصل لغاية 50 كم في الساعة. الأمطار ستزداد غزارة خلال الأمسية على الهضاب العليا الغربية مرفوقة كذلك بحبات من البرد، وتكون على شكل زخات رعدية على المنطقة الداخلية الوسطى ومنطقة الأوراس شمالي الصحراء الجنوب الشرقي الصحراء الوسطى، وتكون غزيرة إن شاء الله تحت وقوع رعود مرفوقة بحبات من البرد على كل من برج باجي مختار، أدرار، إلى غاية ولاية بشار، بني عباس، حتى على ولاية تندوف، مع هبوب رياح قوية قبل قدوم الأمطار على أقصى الجنوب، كذلك منطقتي الهوغار والتاسيلي مع زوابع رملية. درجات الحرارة تنخفض إلى غاية 14 على سطيف، 15 على قلمة ميلا خنشلة، 16 على الجلفة الغواط حتى على البيض ونعامة، مقاييس ما بين 16 إلى غاية 21 درجة على السواحل، 20 درجة تنخفض كذلك على الجنوب الغربي الصحراء الوسطى برج باجي مختار، أين مقاييس ما بين 20 إلى غاية 23 درجة، بينما طقس حار سيسود أقصى الجنوب انقزام مع 40 درجة ولن تتعدى 29 درجة على الجنوب الشرقي. خلال الليل درجات الحرارة الدنيا إن شاء الله طقس بارد مع تساقط الثلوج خلال هذه الليلة إن شاء الله على القمم الجبلية الشرقية، درجة الصفر على سطيف قسنطينة، درجتين على باتنا وتبسة، 5 درجات على كل من تيزي وزو البويرة، كذلك البيض نعامة حتى على تلمسان، 4 درجات على تيارة الجلفة والغواط، نفس المقياس على قلمة ميلا وخنشلة، مقاييس ما بين 7 درجات لغاية 9 درجات على السواحل، 11 على ولاية بشار، 12 على تندوف بني عباس، كذلك غرداية، 13 على بسكرة المغير وتوغرت، 19 على تمن رسد حتى على جانت، بينما ترتفع إلى غاية 29 درجة على أقصى الجنوب. البحر خلال نهار اليوم فمصالح الأرصاد الجوية ترتقب بحر كثير الهيجان على السواحل الشرقية، مضطرب على السواحل الوسطى والسواحل الغربية، رياح قوية تقريبا على طول الشريط الساحلي تتراوح ما بين 50 إلى غاية 60 كم في الساعة. غروب الشمس لنهار اليوم سيكون بحول الله في تمام 7:05، ولأكثر تفاصيل عن أحوال الطقس مواقع الأرصاد الجوية الجزائرية في الخدمة. أشكركم على المتابعة، صحفتكم والسلام عليكم.